اتجبرت على موعد غرامي، بس مع مين؟ ودي سلسلة بجرب فيها تجارب قبل ما اموت. الجزء السابع. بكل بساطة أنا أمنية، والنهاردة وصل لي الورد ده ومكتوب عليه اليوم موعدنا. فجهزت لبسي ولبست أكشخ حاجة عندي واتشيكت وبقيت كشخة، الميك اب الصباحي وحواري أسبانيا ولسه أجمل إحساس في الكون. ورحت المطعم اللي اتحدد لي أروحه، مطعم 5 نجوم، بس لما رحت ما لقيتش حد. ليه؟ عشان ده موعد غرامي مع نفسي، بمعنى أصح ديت مع نفسك. ودي حاجة ناس كتيرة بتخاف تعملها، بتخاف تخرج أو تاكل أو تمشي، حتى بيخافوا يطلبوا أكل لوحدهم. يعني انت ايه رأيك في الباستا؟ باستا ولا ستيك؟ اطلب سوشي؟ برجر؟ اشرب ايه؟ اكل ايه؟ أنا قررت أروح مطعم فخم وسينما وأجيب لنفسي هدية، وأشوف في نهاية اليوم هل دي حاجة تجربها في حياتك ولا لأ. أول حاجة خدت بالي منها إني بطلب الأكل اللي بحبه من غير ضغط، يعني جبت مكرونة بالريحان، في مقولة أخرى البستو لا مؤاخذة، وعصير أناناس، وما اتكسفتش أقول تعديلات على الأكل براحتي. المهم انبسط، مش لازم آكل أكل مش مقتنعة بيه عشان شكله حلو وعاجب المجتمع. جماعة الحقوني، انا كنت قاعدة في المطعم وكلهم اتلموا عليا في المطعم، الستاف كله قالوا انت ليه بتعملي كده؟ قلت لهم يا جماعة انا قاعدة ديت لوحدي. قالوا لي الدنيا تقل خيرها. المهم رحت حجزت السينما. انا قررت اتفرج على اكتر فيلم رومانسي ممكن حد يتفرج عليه في ديت. فورمولا 1، عربيات وسباقات واللازم منه، قمة الرومانسية، هذا ذوقي. قبل ما ادخل الفيلم قررت اروح اجيب لنفسي هدية، ولا مش هشتري هدوم ولا ميك اب، ايوه هو ده ورد. انا مش عارفة ليه الورد تم احتكاره واتحط في صورة اجتماعية معينة. اشتروا ورد يا جماعة لنفسكم، ولما يدبل جيب تاني، حتى لو وردة صغيرة ب10 جنيه. قررت اكتب، عرفت نفسي اكتر ورحت مكان شبه الكرتون، كوخ كده وفي محمصة طالعة من هاري بوتر ومدرسة هوجرتس السحرية. ومن كتابتي توصلت ان انا مش بحب القهوة، دي عادة تم اكتسابها من المجتمع. انا بحب الاعشاب ومشروبات البنجر بالرمان بالفواكه الطازجة، مش انا بتاعت الماتشا. بصراحة السينما اكتر حاجة خوفتني، عشان ما اعرفش، طول عمري نفسي اروح السينما لوحدي، بس لما رحت ما لقيتش حد زي داخل لوحده، كأنها حاجة ممنوعة، ونظرات الناس صعبة، والناس كانوا هياكلوني بعينهم. جبت الفشار اللي هنخلصه قبل ما الفيلم يبدأ ويتنسب علينا كالعادة. القاعة كانت لوحدي حرفيا، والفيلم خارج نطاق التقييم. اي حاجة فيها عربيات انا بحبها، واحلى حاجة محدش بيزن جنبي ولا كومنتات على الفيلم واسئلة كأني عارفة الاحداث. انا مستحيل اروح السينما مع حد تاني، هروح لوحدي، دي حاجة تحفة. وانا بتفرج قالوا جملة مهمة قوي في الفيلم: اوعى تكون قاسي على نفسك، عشان في ناس هتعمل ده نيابة عنك، في ناس هتقاس عليك كده كده، فما تعملش كده في نفسك. عرفت من الديت ده ان انا بحب العربيات، وان في حاجات بنختارها عشان نكون شبه اللي حوالينا مش شبه نفسنا. لو بتخاف تقعد لوحدك عمرك ما هتحس ان في حد بيملى الفراغ ده، مهما حاولت تملاه. انت بتدور على نفسك في وشوش ناس تانية وانت موجود.